بتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية المرشح المعتمد على المقعد الفردي لانتخابات مجلس النواب يمتلك سيرة ذاتية عطرة ساهمت في اختياره ممثل للحزب خلال المعترك الانتخابي المقبل، حيث حصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة عام 1998، وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة في المحاسبة عام 2020، وحصل على درجة الدكتوراه الفلسفة في المحاسبة عام 2025. تبوأ منصب عضو المجلس الشعبي المحلي بمحافظة الإسماعيلية بالانتخاب عام 2008 حتى 2011، ووكيل للجنة الشباب والرياضة، ثم رئيس للجنة ورئيس للجنة الاقتصادية بذات المكان. عضو نقابة التجاريين والجمعية العمومية الإسماعيلي والزمالك والنادي العام لهيئة قناة السويس. عضو اللجنة الإعلامية لكأس الأمم الأفريقية مصر 2006، المنسق العام للبطولة العربية بالإسماعيلية 2007، رئيس مجموعة الإسماعيلية في كأس العالم للشباب مصر 2009، المنسق العام لدورة حوض وادي النيل مصر عام 2010، مستشار للجنة المنظمة للسوبر المصري بالإمارات في سنوات 2015 و2017، مراقب مباراة كأس العرب للأندية 2019، رئيس مجموعة الإسماعيلية كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، رئيس مجموعة الإسماعيلية بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة سنة 2022، رئيس بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس أفريقيا 2023. لاعب كرة قدم سابق، حكم كرة قدم سابق، حصل على الدورة الأساسية في علم تدريب كرة القدم بتقدير امتياز من نقابة المهن الرياضية، وحصل على الدورة المتقدمة في علم تدريب كرة القدم بتقدير امتياز. مستشار تسويق واستثمار لأندية الزمالك والاتحاد والإسماعيلي ومصر المقاصة، مثل العديد من المدربين داخل وخارج مصر كوكيل عنهم. نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، رئيس مجلس إدارة شركة كاريفانا سبورت شركة مساهمة مصرية، رئيس مجلس شركة نور المعارف للخدمات، الرئيس التنفيذي لشركة انفينيتي لأعمال الوساطة والتسويق العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة سبورت اندومور الإماراتية. يعني رجل رياضي داخل مجلس الشعب المصري. هل تنتخبه كممثل للرياضة في الإسماعيلية؟ سؤال يطرح لجمهور الإسماعيلي. وهل احتكاكه المباشر بجمهور الإسماعيلي وبالنادي الإسماعيلي نعمة أم نقمة سيجني ثمارها أم سيخسر بسببها الانتخابات القادمة؟